صحيح الكورة غرضها التسلية بالنسبة للجمهور وما هياش حاجة مهمة زي القضية الفلسطينية مثلا أو الظروف الاقتصادية أو الاف 35 والصواريخ الباليستية، بس ليه ما اطمعش يا أخي حتى في التسلية بدل ما تروح لنفس الشخص اللي بيحاربني ومتقدم عليا في شتى المجالات؟ ما تستخسرش فينا انتصار معنوي تافه يحسسنا بوجودنا، يفرحنا، ينسينا شوية من الصعوبات اللي بنواجهها صبح وليل. البطولة لأي فريق مرشح هتكون مجرد إضافة، لكن لينا هتكون قصة تتحكي بعد 50 و100 سنة. في بطولة فيها أبطال من كل قارة مش دايما الأقوى هو اللي بيفوز. خلينا نبدأ بسؤال، هو مين أكتر فريق محتاج البطولة فعلا؟ هل هو باريس اللي عايز يفرض سيطرة ويدي تحذير لأوروبا إنه هيكون خصم عنيد في دوري الأبطال؟ ولا الإنتر اللي عايز يرد اعتباره بعد الفضيحة في نهائي الأبطال بخماسية من باريس؟ ولا السيتي اللي خرج بموسم صفري لأول مرة في عهد جوارديولا؟ يمكن تشابي ألونسو عايز يثبت نفسه مع الريال في أول بطولة ليه؟ طب تشيلسي يكون مفاجأة ويحقق اللقب لو مشواره في البطولة ساعده؟ ما هم دول الستة الكبار في البطولة والمرشحين الرئيسيين للتتويج بيها. بس ما تنساش الفرق البرازيلية فازت ب4 بطولات من النسخة القديمة. دايما فرق البرازيل عندها الدافع والثقة وبيقفوا الند بالند ضد أي فريق، ومحتاجين يلفتوا الأنظار أكتر لأن ده هيفرق معاهم في تسويق البطولات وعقود الرعاية وبيع اللاعبين وكمان انتقالات المدربين اللي أوروبا مفتقرة ليهم حاليا. طب الهلال السعودي عنده فرصة بعد التدعيمات الكبيرة؟ يمكن الفرصة موجودة بس الدوافع أشك. طب هل الأهلي عنده إمكانيات وفرص؟ الإمكانيات عمرها ما كانت السبب الوحيد لحسم بطولة، ولا الظروف ولا التحكيم ولا الجمهور، كل دول محتاجين عوامل مساعدة تانية. الحاجة اللي ممكن تحسم بطولة لوحدها هي العزيمة، الطمع، الاحتياج هو الحاجة الوحيدة اللي ممكن تخلي فريق غير مرشح لبطولة لكن يفوز بيها. احتياج انك عايز تثبت نفسك، عايز تتشاف وتقول للعالم انا موجود، عايز تفرح جمهورك. اللي عايز يكسب بيكسب. طب هل الأهلي محتاج البطولة؟ طبعا، أكيد، بلا شك. لو قلت مستحيل مش هتكسب ولا ماتش، لو بصيت للأقوى منك وقلت صعب هتنزل منهزم زي ما حصل معانا قبل كده ضد البايرن والريال، رغم اننا كنا ممكن نكسب لانها كورة 11 ضد 11. البايرن بيخسر من فرق اقل من الاهلي في البوندسليجا والابطال، الريال نفس الوضع. ليه؟ علشان بس الفريق اللي كسب كان مصدق انه يقدر يكسب، كان مصدق ان الفريق اللي ضده في نفس الملعب ما يفرقش عنه حاجة. ده حريف كورة وانت حريف كورة. الكورة اللي بنلعبها في الشارع هي اللي بيلعبوها في شوارع البرازيل وخدوا بيها 5 كاس عالم. إيطاليا خدت كاس العالم 2006 بالصلابة الدفاعية، دخل مرماها هدفين بس طول البطولة، منهم 1 ضربة جزاء. رغم اختلاف الأجيال في البرازيل وإيطاليا واختلاف المدرب في كل بطولة كسبوها، إلا إن العقلية تشبعت بالقدرة على المكسب. عادي، كسبنا كاس العالم مرة نقدر نكسب تاني، نقدر تالت ورابع وخامس لحد ما تدخل كل بطولة وانت طمعان وعايز تكسبها. بس الأصعب دايما هي أول بطولة. في ملاعب الترتان ياما اتفزلكنا واخترنا أحرف ناس في الملعب وما كسبناش ولا ماتش، وياما اتفرض علينا فريق عيان وكسبنا وما طلعناش من الملعب. اللي بيحصل في الترتان مش صعب ولا مستحيل انه يحصل في كاس العالم للأندية. دي كورة ودي كورة، دول لعيبة ودول لعيبة. فروقات بدنية دي مسؤوليتك انت كلاعب قبل اي حد، فروقات فنية ده كليشيه بيتقال لما فريق كبير يكسب فريق صغير، لكن لو حصل العكس مش هتسمع الجملة دي. الاصل في الكورة هو فريق عايز يكسب وفريق مستسلم. السيتي الموسم اللي فات ما كانش فريق عايز يكسب، كان شبع مكسب زي ما بيقولوا. الريال نفس الوضع، اللعيبه ما عندهاش الدوافع الكافيه عكس لعيبه برشلونه وباريس. الكل بيتغنى بيهم لان عندهم دوافع، كل لاعب عايز يثبت نفسه بس في نفس الوقت بيلعب للفريق مش لنفسه. ميسي عمره ما كان لاعب فردي، ميسي اكتر لاعب جماعي في التاريخ، عشان كده بقى ميسي. رونالدو لو مش مصدق انه يقدر يسجل 1000 جول ما كانش زمانه على اعتابهم دلوقتي. شعره بين الثقه بالنفس والغرور، يا تخليك بطل يا تبقى طي النسيان. اليونان 2004 ما كانتش مرشحه ابدا تفوز باليورو، وعملتها بعد فوز على البرتغال في المجموعات والنهائي وتعادل مع اسبانيا وفوز على فرنسا والتشيك. بورتو 2004 فاز بدوري أبطال أوروبا وما كانش مرشح أبدا وقتها. 2002 تخيل نص نهائي كاس العالم يبقى طرفين من الأربعة هم كوريا الجنوبية وتركيا. صحيح الفريقين خسروا بس كفاية أنهم وصلوا للمكان ده. اللافت أكتر هو مشوار كوريا الجنوبية اللي كسبت بولندا والبرتغال وإيطاليا وأسبانيا. العراق بطل آسيا 2007 رغم أنه دخل البطولة بدون تحضير لظروف الحرب والدمار. نيجيريا بطل أولمبياد 96 في مشوارها كسبت المجر واليابان والمكسيك والبرازيل
البرازيل والأرجنتين. كرواتيا نهائي كأس العالم 2018. المغرب نص نهائي كأس العالم 2022. متصدر مجموعة فيها كرواتيا وبلجيكا بالجيل الذهبي وخرج اسبانيا والبرتغال. ليستر سيتي بريمير ليج 2016. وعلى النقيض فرق مرشحة للبطولة وبتخرج من المجموعات. فرنسا بطل العالم 98 حصلت المجموعة في كأس العالم 2002 وما سجلتش ولا جول. فرنسا برضو طرف نهائي 2006 حصلت المجموعة 2010 بس المرة دي سجلت جول على جنوب افريقيا وخسرت منها 2-1. ايطاليا بطل العالم 2006 حصلت المجموعة 2010. كأس العالم 2014 ايطاليا وانجلترا ثالث ورابع في نفس المجموعة. واسبانيا بطل 2010 ثالث مجموعته. المانيا بطل العالم 2014 حصالة 2018 وثالث المجموعة 2022 بعد الحركة اياها. اوعى تقول مستحيل اكسب، لان لو اتهيأت لك كل الظروف برضه مش هتكسب ولا هتستغلها. العامل النفسي هو رقم واحد واي عوامل تانية بتيجي بعده. العب للفريق، للجمهور، للوطن، انتصر لمنطقتك. كلنا شجعنا المغرب في كأس العالم وزعلنا لخسارتها في بطولة بتتلعب كل 4 سنين. انت كفريق مش ضامن تفوز ببطولة افريقيا من ال3 الجايين وتتأهل للنسخة الجاية. انت كلاعب مهما كان اسمك وسنك وامكانياتك مش ضامن تكون موجود مع الفريق لو وصل للنسخة الجاية. بطولة اطول مشوار فيها هو 7 ماتشات بس، موت نفسك فيهم ومش مستحيل تكون البطل. انت كلاعب محترف عندك دوافع اكتر من اللي انا قلتها علشان تكسب، لان ده شغلك وتفرح لما تكون ناجح. هتاخد مكافآت مالية ضخمة لو حققت بطولة زي دي، هتبقى رمز في بلدك واسمك هيتسجل في التاريخ حتى لو ما لعبتش غير البطولة دي في حياتك. مش مستني منك 100% من مجهودك، انت نفسك لازم تكون مستعد تقدم 200%. نفس الكلام ده يوصل للعيبة والجهاز الفني والإدارة في الملعب. يا ما قلنا يا رب لحد ما كسبنا وهنفضل نقول يا رب. صحيح الكورة غرضها التسلية بالنسبة للجمهور وما هياش حاجة مهمة زي القضية الفلسطينية مثلا او الظروف الاقتصادية او الF-35 والصواريخ الباليستية، بس ليه ما اطمعش يا اخي حتى في التسلية بدل ما تروح لنفس الشخص اللي بيحاربني ومتقدم عليا في شتى المجالات. ما تستخسرش فينا انتصار معنوي تافه يحسسنا بوجودنا، يفرحنا، ينسينا شوية من الصعوبات اللي بنواجهها صبح وليل. البطولة لأي فريق مرشح هتكون مجرد إضافة، لكن لينا هتكون قصة تتحكي بعد 50 و100 سنة. أمير عيد قال بطل عدى حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان. أنا متأكد إنه كان يقصد كأس العالم للأندية بالجملة دي. شكرا لو كملت الفيديو لحد هنا، يا ريت تدعمني بلايك وشير واشتراك. دمتم في أمان الله، سلام.